السلام عليكم من مطبخ فيسيرا. اليوم نحضروا مع بعض وصفة شعبية من الغرب الجزائري غرانطيطا. يلا نشوفوا الطريقة مع بعض. بالنسبة للمقادير عندنا كيلة حمص مرحي، نضيف عليها كيلتين من الحليب، كيلتين من الماء، ثم نضيف ربع كيلة من الزيت. نخلط جميع المكونات مع بعض جيدا، ثم نقوم بإضافة بيضة، نقوم بإضافة ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح. بالنسبة لإضافة الجبن تبقى اختيارية لكن يعطي ذوق مليح. وفي الأخير نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نخلط جميع المكونات مع بعض بالبراميكسر. والمول اللي راح نديرو فيه الغرانطيطا تاعنا ندهنوه بشوية زيت، نديرو فيه كمية تاع الغرانطيطا اللي درناها مع بعض، نديرو لها من فوق شوية كمون، والآن ندخلوها للفرن على حرارة 200 درجة مئوية، نطيبوها من فوق ومن تحت. وفي الأخير كيما راكم تشوفوا الغرانطيطا تاعنا راهي جاهزة. شوفوا شكلها يشهي، نزيدوها رشة بالكمون من فوق. وكي نقولوا غرانطيطا لازم نقولوا الهريسة. هنا نوجدوا الخبز نتاعنا اللي راح نديرو فيه الهريسه. تحبوا تزيدوا فيه فرماج اختياري. انا طيبتها نصف ساعه من الاسفل، من بعد طيبتها من فوق، ما نخليوهاش تنشف ياسر. ان شاء الله تكون وصفه نالت اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه باه يوصلكم كل جديد. نلتقي في وصفه قادمه ان شاء الله. السلام.